لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه تاكاميتشي انا موتوكي ريفنجر الموسم الرابع فروح شوفها الاول، وده طبعا عشان تفهم الاحداث وتعرف انا بتكلم عن ايه. وده كله طبعا مانجا ملونه. في الاجزاء اللي فاتت شفنا ساب تاكاميتشي لدراكن، وبعدها بيجربوا هما الاثنين الدراجه الناريه على الطريق، ولكن سرعان ما بيظهر ليهم ساوز، وطبعا كل طموح ساوز ان هو يضم دراكن للعصابه بتاعته، واللي طبعا اسمها عصابه روكهاري تانداي. هل بكده نسكت؟ لا والله، ده كمان عصابه برهمان بتخش على الخط، واللي بيرأسها حاليا سينجي وكاوراجي. دول يا جماعه القاده الثلاثه العظام، ودي كلها طبعا كانت الاحداث السابقه. عامه هسيب لك رقم التشغيل تحت في الوصف، موجود فيه الفيديوهات كامله عن الموسم الرابع، وتعالوا نكمل باقي الحكايه. بعد ما بتخش سينجي على الخط، تاكاميتشي حرفيا بيتصدم، مش مصدق ان دي تبقى زعيمة عصابة برهمان. ساوزي بيكلم سينجي وكاوراجي وبيقول لها دي كمية الفخامة والعظمة اللي فيك دي، انت فاكرني هتوتر من الكام واحد اللي حواليك دول؟ لا يا ماما فوق لنفسك، ده انا ساوز. شيو المضربة بيكلم سينجي وبيقول لها انت بنت مغرورة وفاكرة نفسك قوية، عامة انا لو جيت لك كفيلة بنفسي بس اخلص عليكي، وانت اصلا ما تستاهليش انك تكوني في مستوى الزعيم بتاعنا. تاكاميتشي بيسمع الكلام من مدرامه وحرفيا بيتصدم. سينجي بيتكلم مدرامه وبتقول له هو انت مين اصلا عشان تقول لي كده؟ بيقول لها انا زعيم الجيل التاسع للتنانين السود، وسرعان ما بيجي واحد من وراه بيديله بوكس حرفيا بيفرتك وشه. ده ايه كميه الفخامه والعظمه دي؟ وعارفين ده مين يا جماعه؟ ايوه ده هو كيزو اراشي. كيزو اراشي بيكلم مدرام وبيقول له انت شخص عار على التنانين السود، علشان كده لازم تموت وموتك هيكون على ايدي. حرفيا تاكاميتشي بيتصدم من كل اللي بيشوفه ده، هو مش مستوعب اصلا هو ايه اللي بيحصل. كمان بيقول هو كيزو اراشي قصده ايه بكلمه عار على التنانين السود، ودي يا جماعه يبقى بينكي كين من الجيل الاول. المهم بينكي بيكلم سينجي وبيقول لها هو احنا جينا ليه هنا؟ معقوله هنتخانق زي كل مره؟ سينجي بتقول له لا يابا الحكايه غير كده خالص، احنا جينا هنا عشان خاطر تاكاميتشي هنغاكي، وعامه الباقي وكل اللي قدامك ده ما يفرقوش معانا. تاكاميتشي حرفيا بيتصدم من اللي بيسمعه ده، بيقول هم كلهم ليه بيتشابط عليا؟ طب هو انا عملت حاجه وانا مش عارف ولا ايه؟ بينكو ما بيبص على تاكاميتشي حرفيا بيترعب، ولكن سرعان ما كاكوتشي بيجي من ورا بينكو وحرفيا بيديله بوكس بيرجعه لورا 3 متر. دي ايه الحلاوه والجمدان دي يا كاكوتشي؟ كان فين يا عم الفخامه والعظمه دي كلها؟ تاكاميتشي برضه يتصدم من الكاكوتشي عمله، ده قدر يا جماعه يسقط بينك بلكمه واحده. والله يا جماعه اكتر حاجه بتضحكني في المانجا دي يكون هو تاكاميتشي، اي حاجه بتحصل من اللي حواليه بيتصدم وبس. كاكوتشي بيتكلم عن عصابه برهمان وبيقول لها لو تاكاميتشي عايز يرجع لعالم الجانحين فمكانه هيكون في عصابتنا احنا، عصابه روكهاري تانداي. وبيكلم تاكاميتشي وبيقول له صح ولا لا؟ تاكاميتشي بيقول له طبعا طبعا يا ريس، انا مع اي حد، اهم حاجه بس تسيبوني في حالي. تاكيمو بيقول كل ده برضه كان معروف، ففي عصابه روكهاري مفهومش غير 3 بس الاقوياء، هو اللي طبعا من ضمنهم ساوز وكاكوتشي. ساوز بيكلم تاكيوم وبيقول له انا ما جبتش اقوى الناس من فراغ، فانت عارف يا تاكيوم انا جبتهم ليه. كمان تاكيوم بيكلم موكا وبيقول له ايه رايك يابا في اللي بيحصل ده؟ عايز تقاتل ولا ايه؟ ولكن سرعان موكا بيرد عليه وبيقول له لا انا مش عايز اقاتل. صدمه بكل المقاييس. وقت يا جماعه بيظهر من ورا كاكوتشو، حرفيا كاكوتشو بيتصدم بيقول انت جيت لي منين؟ عامه وكا ده يبقى قائد اعلى في عصابه برهمان، وده قائد فرقه الهجوم في التنانين السود، واسمه بالكامل وكاسا ايموشي. وكاسا بيقول لهم انا بذلت القليل من الجهد، فانا ما لقيتش اي فايده من الواد تاكاميتشي ده، علشان كده يلا بينا نمشي ونسيبه يا عم. تاكاميتشي بيتصدم من اللي بيحصل ده، وبيشبه عصابه برهمان بالوحوش، دول بيظهروا واحد ورا الثاني. بينك بيكلم وكا وبيقول له ما تعملش نفسك كاريزما يا عم قدام العصابه اللي جابلنا. رد عليه وقال انا مش بعمل نفسي كاريزما ولا حاجه، انا كل ما في الامر بتبع اوامر سينجو. طبعا عصابه روكهاري تانداي حرفيا مصدومين، مش عارفين هم مين الاشخاص دول. يعني هو بيكلم تاكاميتشي وبيقول له خلي بالك دول اللي قدامك اساطير حيه، انهم السنه الافضل في جيل التنانين السود، ودول اكيد طبعا بينكو وكا يا جماعه. وده كمان بجانب زعيم الجيل الاول سيد الحرب تاكيومي ياكاشي، ودول هم مؤسسي جيل التنانين السود الاول، انهم الذين قادوا العصابه الاولى في اليابان. وعامه فدول طبعا ما يستهانش بيهم نهائي. تاكاميتشي بيقول له متاكد ان هم دول؟ بيقول ايوه يا عم، واللي بيقود الاساطير الحيه دي يكون هو شخص غامض. ايوه يا جماعه دي هي سينجي وكاوراجي. حرفيا العصابتين قاعدين بيرموا كلام على بعض. دراكن بيكلم ساوز وبيقول له ايه رايك نكمل اللي احنا بدأناه سوا؟ ايه رايك ننهي هنا ودلوقتي؟ فمضى وقت طويل منذ اخر مره اشتعل فيها محرك المعركه، فلتبدا الحفله. تاكاميتشي حرفيا بيتصدم اول ما بيشوف دراكن، الحماس عنده عالي كده، ده ممكن يا جماعه يبوظ كل الخطه اللي عند تاكاميتشي. تاكاميتشي للاسف مش عارف هو ايه اللي بيحصل ده. ظهرت عصابتي روكهاري تانداي وعصابه برهمان، ودول عصابتين من الثلاثه العظام، والان دراكن ينضم الى الحفله. المهم يا جماعه والناس ماشيين على الطريق بيلاقوا ان في توقف في حركه المرور، وده طبعا نتيجه لان عصابه روكهاري تانداي وعصابه برهمان بيتخانقوا في الطريق، فطبعا حركه المرور بتاعت العربيات متوقفه، فبيقرر واحد من السواقين يرن على الشرطه.
المهم بنروح للعصابتين وحرفيا المعركه هتبدا. ساوزي بيكلم سينج وبيقول لها انا نويت ان انا اضم دراكن لعصابتي، هو ده كله طبعا عشان ادمركم نهائي، وعامه شكرا جزيلا للوقت اللي انتوا ضيعتوه، ويلا بينا بقى ننهي الامر. سينجي بترد على ساوزي وبتقول له انا ما يهمنيش اذا كنت انت هتضم دراكن ولا لا، فانا كل اللي يهمني حاليا هو ان اضم تاكاميتشي هاناغاكي، وده كله طبعا قبل ان تصل عصابه مانجي كانتو. اوبا، بس ازاي سينجي عرفت المعلومات دي؟ معقوله تكون سينجي كمان زي تاكاميتشي؟ لسه برضه الاحداث غامضه ومش عارفين هو اللي بيحصل ده. دراكن بيكلم العصابتين وبيقول لهم هو انتوا هتيجوا بمزاجكم وتكرروا بمزاجكم ولا ايه؟ فكل حاجه بايدي انا اللي هعمل اللي يعجبني، صح ولا ايه يا عم تاكاميتشي؟ فانت برضه معايا. تاكاميتشي بيرد على دراكن وبيقول له طبعا يا باشا، انا والله معايا حد، اهم حاجه بس اطلع من المعركه دي سليم، حياتي مهمه يا جدعان والله. ولكن سرعان ما بيفتكر مايكي كين لما قال له ساعدني، وبالفعل تاكاميتشي بيقطع وعد ان هو هيساعد مايكي كين. تاكاميتشي بيقول لهم انا مش مهتم بعصابه برهمان ولا حتى عصابه روكاري، فانا جيت هنا عشان بس اهزم زعيم عصابه مانجي كانتو، وهو طبعا مانجيرو سانو. والله يا جماعه تاكاميتشي ده غلبان خالص، فاكر مايكي كين عباره عن مصاصه ياكلها وخلاص على كده، وده طبعا هو السبب اللي عاد الى الماضي من اجله. كاكوتشي بيكلم تاكاميتشي وبيقول له ها فهمتك، يعني انت رجعت ده كله بس عشان تهزم مايكي كين؟ عامه يا جدع فانا برضه زيك في الفريق، كل اللي انا عايز اعمله برضه ان اهزم مانجيرو سانو. حرفيا يا جماعه العصابتين مصدومين، مش مصدقين الكلام اللي بيقولوه القاده دول. المهم ساوزي بيروح لتاكاميتشي وبيقول له انت مجنون ولا ايه؟ شخص زيك ضعيف عايز يهزم مانجيرو سانو؟ انت فاكر نفسك يا ابني من الثلاثه العظام ولا ايه؟ لسه خلاص ساوزي هيضرب تاكاميتشي، ولكن سرعان ما بيتدخل دراكن على الخط، وطبعا بيخش على ساوزي بيقدر يصيبه اصابات خطيره. ايوه بقى يا دراكن، كان فين الحلاوه الجمدان ده كله يا راجل؟ ده قدر بالفعل يضرب ساوزي بلكمه ويرجعه لورا 3 متر. حرفيا يا جماعه في نظر انا ممكن يكون دراكن الرابع من حيث القوه. هو ده كله طبعا بعد مايكي كين وساوزي وسينجو. ويلا بينا بقى نبدا الجوله الثانيه. ساوزي بيكلم دراكن وبيقول له انت اصلا تحمد ربنا انك عايش، وهوبا سرعان ما بتطب عليهم الشرطه، صدمه بكل المقاييس. ساوزي بيكلم دراكن وبيقول احنا هنكمل الشباطه بتاعتنا في وقت تاني، ولكن دراكن بيرد على ساوزي بيقول له انا اتخليت عن عصابتي القديمه اللي هي مانجي طوكيو، ولن انضم ابدا لعصابه روكاري كانداي. المهم قائد العصابه بيقول لهم يلا بينا نغادر قبل ما الحكومه تمسكنا. تاكاميتشي بيقول في باله هو ده يا عم دراكن اللي انا كنت اعرفه من زمان، فدائما وابدا سيظل قلبك معلق بتومان. تاكيمو بيروح لدراكن وبيعتذر ان هو ما اتكلمش ولا وقف في صف دراكن. هوبا، هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ معقول يكون في كلام مخفي بين تاكيومو ودراكن؟ لسه برضه مش عارفين والاحداث غامضه. معقول يكون هما الاثنين عارفين بعضهم من الاول؟ المهم تاكيومو بيدي الاذن للعصابه بيقول لهم يلا بينا نغادر من هنا، ده خلاص يا عم الحكومه جربت تخش علينا. وبعدها سينجي بتقول هو ده تاكاميتشي، يعني هو ده الشخص الضعيف اللي احنا جايين عشانه. المهم دراكن بيكلم اينوبو وتاكاميتشي بيقول لهم يلا بينا احنا كمان هنغادر. اينوبو بيقول له تمام يا عم دراكن، وبعدها دراكن بياخد تاكاميتشي معاه على الدراجه الناريه وبيمشوا، وطبعا اللي بيسوق الدراجه المره دي دراكن. بيكلم تاكاميتشي بيقول له اسكت يا عم انت مش هتسوق تاني، انت كل مره هتسوق فيها الدراجه حرفيا هتجيب لنا مصيبه. طبعا تاكاميتشي بيضحك وبيهزر معاه وبيقول انا سعيد انك انت لسه على طبيعتك يا دراكن. دراكن كمان بيقول انا سعيد كمان انك انت ما اتغيرتش. وبعدها دراكن بيقول لتاكاميتشي انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. تاكاميتشي بيقول له قول يابا اشجيني كمان وكمان. دراكن بيقول له انا عضو في عصابه برهمان. صدمه بكل المقاييس. هو انا بقول برضه يا جماعه هو تاكيوم يعرف دراكن ازاي؟ ودي فعلا اخبار صادمه. ده دراكن يا جماعه المخلص لتومان انضم لعصابه برهمان. بس هو ايه اللي بيحصل ده؟ معقوله يكون دراكن عميل من الزواج او جاسوس يعني بمعنى الكلمه؟ المهم بينتهي القتال ما بين عصابه روكاري كانداي وعصابه برهمان، وده كله طبعا على نحو المفاجئ بعد ظهور الشرطه. وبعدها حديث غير متوقع مع دراكن. ايوه يا جماعه ده هو انضمامه لعصابه برهمان. المهم كلهم بيروحوا البيت وبياخدوا شاور وبيظبطوا على نفسهم. انه بيدي واحده شويبس لتاكاميتشي. يا هي حظكم يا جدعان، طب حد يجيب له واحده معاه. تاكاميتشي بيكلم اينوبو وبيقول له انا بحمد ربنا ان النهارده عدى على خير، ده الامر كان هيكون فوضى للغايه. يعني هو بيقول له فعلا كلامك عنده حق. وبعدها تاكاميتشي بيبص حواليه مش بيلاقي دراكن، فبيقول لاينوبو هو فين دراكن يا عم؟ قالوا ده طلع بره مع فرد من عصابه برهمان. تاكاميتشي بيبص عليه كده وحرفيا بيتصدم، بيقول هو ازاي طلع بره مع عصابه برهمان؟ اروح اطلع يا عم اشوفه بسرعه لا يكون في حاجه. اينوبو بيقول له روح يا عم بسرعه، فانا كمان قلقان على دراكن. تاكاميتشي بيقول انت قلقان ليه؟ قالوا لان عصابه برهمان ليست عصابه دراجين عاديه، بل انهم اقرب لعصابه ياكوزا وبيقودهم ناس اقوياء جدا، وده بجانب ان توجد الكثير من الشائعات السيئه عنهم. علشان كده توخى الحذر يا تاكاميتشي. تاكاميتشي بيقول له تمام يابا المهم سلام انت، وبيطلع بره بيلاقي دراكن ماسك في تاكيومي. هو ايه اللي بيحصل بس يا جماعه؟ دراكن بيكلم تاكيومي وبيقول له
انا مش هسامحك ابدا لو انت جردت تاكيميتشي للفوضى دي. انا مش عايز اورط اعصاب التومان السابقين في هذا. تاكيميتشي بيخش عليهم على الخط وبيقول لهم هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وعامه بالراحه يا عم دراكن، سيب الراجل في حاله. دراكن بيقول له طيب يا عم تمام عشان خاطرك انت بس المره دي. تاكيميتشي بيقول له شكرا يا عم، بس انتوا بتتشبطوا ليه اصلا؟ ممكن من فضلكم تشرحوا لي الامر؟ المهم تاكيميتشي بيبص وراه بيلاقي زعيمه عصابه برهمان سينجي وكاوراجي. سينجي بتقول ان عصابه برهمان تريد هزيمه عصابه مانجي كانتو، وده طبعا العصابه اللي بيقودها مايكي كين الذي يريد تاكيميتشي الانتقام منه، وعلى ذلك قررنا نحن التعاون لامتلاكنا اهداف متشابهه. ايوه يا جماعه، سينجي بتمد يد العون لتاكيميتشي، وبعدها تاكيمو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له انا حبيت الطموح بتاعك في انك انت عايز تتخلص من عصابه مانجي طوكيو، فايرك نخلي الطموح بتاعك ده حقيقي، وانا هساعدك في انك انت تتغلب على مايكي كين، بل وكمان ممكن اغير لك حقبه الجانحين، وده طبعا هيكون قريب من طبع مايكي. ولكن عصابه مانجي كانتو ليس هذا نهجها، فهم اصلا مش طموحهم دي، وعلى ما يبدو ان مايكي كين هو شخص فاسد، ونحن هنا لهزيمه اولئك الفاسدين. هذه هي غايه وهدف عصابه برهمان. سينجي بتكلم تاكيميتشي وبتقول له احنا عصابتنا كبيره وعامه هنكون مبسوطين جدا لو انت انضميت لينا، وده كله طبعا عشان نهزم مانجيرو سانو سوا، ولو كان هو ده الطموح بتاعك فمن فضلك انضم لعصابه برهمان. فانضمامك لعصابه برهمان هو محل ترحيب. تاكيميتشي بيفكر وبيقول معقول يكون في طريقه تانية غير دي عشان اهزم مايكي كين؟ دراكن بيرد على سينجي وبيقول له مستحيل، تاكيميتشي مش هينضم لينا. ولكن سرعان ما تاكيميتشي بياخد القرار بالفعل وبيقول ان دي فعلا اسرع طريقه عشان انا اقدر اوصل لهدفي. كمان دراكن بيكلم تاكيومو وسينجي وبيقول لهم لو انتم مصرين انكم تورطوا تاكيميتشي في المعركه دي فمن هنا ورايح انا هكون العدو بتاعكم. سينجي بترد على دراكن وبتقول له انت عاوزنا نتقاتل هنا يعني ولا ايه؟ المهم تاكيميتشي بيهدي الموقف ما بينهم وبيكلم دراكن وبيقول له عامه فعلا القرار اللي هاخده مش هيغير حاجه، ولذلك انا سانضم لعصابه برهمان. صدمه بكل المقاييس. وبعدها تاكيمو بيكلم دراكن وبيقول له انا عارف انك انت خايف على تاكيميتشي، بس كمان لازم تعرف ان هو اهدافه متشابهه، فانت عارف ان عصابه برهمان عايز توقف عصابه مانجي كانتو. دراكن بيقول لهم مستحيل نحارب مايكي كين. تاكيمو بيقول ليه مستحيل يا عمي، انا عايزكم معايا، فانت اكتر اتنين مايكي كين بيثق فيكم. دراكن بيرد عليه وبيقول لي لا، لو احنا قتلنا مايكي كين فهذا القتال لن يكون في صالح احد، فده في النهايه مفيش حد هيستفاد منه. يا ريت طبعا كلكم تفهموا حاجه زي دي. عامه دراكن بيكلم تاكيميتشي وبيقول الاختيار ليك، فلو انت فعلا عايز تنضم لعصابه برهمان فما فيش اي مشكله. وكمان يا تاكيميتشي لازم تعرف ان احنا ما تعاوناش مع عصابه برهمان عشان اهدافنا متناسقه، احنا تعاوننا لاجل هدف اخر. وفي النهايه طبعا بيسلم على تاكيميتشي بيقول له مرحبا بك في عصابه برهمان. وبالفعل رسميا دراكن وتاكيميتشي بينضموا لعصابه برهمان، وتاكيميتشي بيتوعد ان هو هيستعيد مايكي كين. دراكن بيقول له طيب يا عم، فطالما انت مصر بالطريقه دي فانا طبعا هكون معاك في الحلم بتاعك. المهم سينجي بتدي لتاكيميتشي المظله اللي كانت ماسكاها، وده طبعا كنوع من انواع الترحيب في عصابه برهمان. ولكن لا يا جماعه، ده مش نوع من انواع الترحيب، ده سينجي عايز تعتبر تاكيميتشي الشخص اللي هيشيل لها كل الحاجات بتاعتها، تقدر تقول ان هيكون عندها زي العبد. وبعدها سينجي بتهزر مع تاكيميتشي وبتقول له انا هستناك بكره عند مكان هاروغوكو الساعه 3 العصر. وبالفعل سينجي قدر تثير اهتمام تاكيميتشي، وتاكيمو بيكلم تاكيميتشي وبيقول استعد يا بطل. وبالفعل بنروح لليوم التالي وتحديدا الساعه 3 العصر في هاروغوكو. بينتظر نص ساعه يستنى سينجي ولكنها للاسف لسه ما جاتش، فبيقرر طبعا ان هو يروح على البيت. ولكن سينجي بتيجي من وراه وبتقول له اسف ان انا اتاخرت. تاكيميتشي بيقول لها انت مين يا ست انت؟ انا ما اعرفكيش اصلا عشان تقولي كده، هو احنا اتقابلنا قبل كده طيب ولا ايه؟ ومن هنا هنقف. استنونا في الاجزاء الجديده من حكايه تاكيميتشي انا وطوكيو ريفنجر الموسم الرابع مانجا ملونه، فما تنساش اللايك والاشتراك لان ده بيفرق معايا جدا في جوده المحتوى اللي بنقدمه. واهم حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وبس كده. جود باي.